يا مساء الفل. بما ان داخلين على الشتاء فلازم نعمل حاجة كده تدفي البيت وكمان على قد الايد. هنعمل النهاردة القراقيش بالعجوة وباتيه كمان بالجبنة وكمان قراقيش سادة. هننزل في بولة بحوالي كيلو من الدقيق، عليه 3 معالق من السمسم المتحمص، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة أو رشة بسيطة خالص من الفانيليا بتدي تيست حلو جدا. نبدأ نقلب المكونات كويس جدا، ننزل عليهم بحوالي كوباية من السمنة البلدي المذابة أو الزبدة المذابة، وكمان كوباية من الزيت. نبدأ نبصهم كويس جدا. يعني ايه نبصهم؟ يعني نخلي الدقيق يتشرب كويس جدا من السمنة ويبقى كده عامل زي الحبيبات زي الرمل. نبدأ ننزل عليهم بكوباية من الحليب ويكون دافي ونبدأ نعجن. آه، لازم نعجن كويس جدا. هياخد وقت يعني من حوالي من 3 دقايق ل5 دقايق، علشان كل ما بنعجن القرص او نعجن الباتيه بيدي تيست حلو جدا، وفي نفس الوقت تكون العجينة طرية وناعمة في ايدينا. بعد كده هنسيبها ترتاح او تتخمر حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، وبعد كده هتطلع بالجمال ده. نبدأ نشكلها. قبل ما نشكلها هننزل في طبقين، طبق معجون العجوة وهننزل عليه بمعلقة زبدة، والطبق التاني بجبنة فيتا أو جبنة، أي جبنة متوفرة عندنا، وهننزل عليها بمعلقة من الزبدة أو السمنة البلدي، طبعا لازم تكون مذابة. بعد كده هناخد قطعة من العجينة ونبدأ نفردها، وبعد كده نحددها كويس ونخليها مستطيل ونشيل الزوايد. بعد كده هنجيب قطع من العجوة ونبدأ نشكلها اسطوانة، وبعد كده هناخد قطعة صغيرة وهنلفها رول، وبعدين هنقطعها بالقطاعة او بسكينة او باي آلة تكون عندنا للتقطيع. ده اول شكل انا عملته وده الميني. بعد كده هنعمل شكل تاني وهيكون كبير شوية برضو بنفس اللي انا عملته، بس هيكون قطعة كبيرة. وبعدين هننزلها في الصينية، هنسيبها طبعا ترتاح بحوالي ربع ساعة. بعد كده هنفرد برضو قطع من العجينة، وبعد كده هنفردها اسطوانة وهنقطعها. دي هتبقى القراقيش السادة. برضو هنسيبها في الصينية لحد لما برضو ترتاح حوالي ربع ساعة. وبعد كده اخر قطعة هنبدأ نفردها تاني، وبعدين هنشكلها. بس اهم حاجة هنشيل الزوايد وهنسيبها على شكل مستطيل، وبعدين ننزل عليه بالجبنة الفيتا او اي جبنة متوفرة عندنا. ممكن ننزل عليها كمان بزعتر بتدي تست حلو جدا. بعد كده هنقفلها رول وهنلفها تاني، وبعدين هنقطعها عايزينها ميني صغيرة عايزينها كبيرة، اللي احنا عايزينه. انا عملتها ميني صغيرة. بعد كده هندهنها باللبن، وبعدين هننزل عليها بالسمسم. لو حابين سمسم كتير هننزل بالسمسم، لو حابينه قليل طبعا احنا في ايدينا ممكن نكتر السمسم وممكن نقلله. بعد كده هنخلص الكمية كلها وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد بالظبط حوالي ربع ساعة، وفي الاخر هتطلع بالجمال ده. طلع هشة، العجينة مستوية من جوه، بجد احلى حاجة ممكن نعملها البيت وبقلل التكاليف. واشوفكم على خير في وصفة تانية. باي باي، مع السلامة.